السلام عليكم ورحمة الله وبسم الله الرحمن الرحيم وصباح جميل على حضراتكم جميعا. في الفيديو ده هنتكلم عن مباراة النادي الأهلي والاتحاد السكندري، ومباراة كبيرة جدا وأداء كبير جدا بيقدمه النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي تحت قيادة مارسيال كولر المدير الفني للنادي الأهلي. بالنسبة كبيرة أو من فترة كبيرة ما شفناش الاداء الجميل دوت من لعيبه النادي الاهلي، الاداء الرجولي داخل الملعب، وان اي فرقه بتقابل النادي الاهلي بتكون نازله وخايفه انها تخسر المباراه. منذ البدايه النادي الاهلي بيكون داخل المباراه اللي هو انا هكسب، يعني هكسب كده كده هكسب، ما قداميش اي حل تاني غير ان انا هكسب. ده لسان حال لعيبه النادي الاهلي واداره الفنيه للنادي الاهلي، ودي حاجة كويسة جدا جدا بالنسبة لمارسيل كولر ولاعيبة النادي الأهلي. في آخر في الست ماتشات أو الست المباريات اللي النادي الأهلي لعبهم في الدوري الممتاز، الكلام ده كله ما كناش بنشوفه في الفترة اللي قبل كده أيام بيتسو موسيماني أو ريكاردو سواريش. احنا كنا نخش المباراة، أي مباراة والله لو كنا بنلاعب سيراميكا كليوباترا أو البنك الأهلي، كنا بنخش المباراة حاطين إيدينا على قلبنا، خايفين ان المباراة ممكن تهرب مننا، ممكن يخش فينا جول ما نعرفش نعوضه. كان في كده مباريات كان بيخش فينا هدف في اول المباراة ما كناش بنقدر نعوض الهدف ده. فدلوقتي ثقة اللعيبة رجعت لها، الجمهور بقى عنده ثقة كبيرة في لعيبته. محمد مجدي قفشة اللي بقاله فترة كبيرة بعيد عن مستواه، اتمنى ان هو يراجع نفسه، يراجع نفسه بدري بدري ويرجع لمستواه المعروف لدى جماهير النادي الاهلي، لان مش ده محمد مجدي قفشة لاعب النادي الاهلي اللي احنا نعرفه، مش ده صانع العاب النادي الاهلي. المفروض يركز في المباريات، يركز في ادائه اكتر واكتر. بالنسبة لحسين الشحات، حسين الشحات دوت لعيب كبير جدا، نزل امبارح 10 دقايق عمل 2 اسيست، واحدة لبيرسي تاو ضيعها وواحدة لمحمد مجدي قفشة اللي جبنا منها الهدف الثالث.